عشان انا بتكلم بس ما اعرفش. ممكن تعرفنا بنفسك وشهاداتك وانواع التدريب اللي بتقدمها؟ ماشي. مساء الخير. ما بين الدراما الاجنبيه والدراما المصريه. بنشوف كتير جدا على الفيسبوك وفي الافلام والمسلسلات الاجنبيه المصريه والافلام والمسلسلات المصريه. هم بيبنوا ولادهم واحنا بنهد في المكان بتاعهم. هم بيورونا ان الطفل بيرتب السرير بتاعه وبيساعد برضه في الشغل، وبيورونا المدارس بتاعتهم اللي هم بيخلوا الاولاد يبصوا على ابوهم وهو في الشغل عشان الطفل يعيط ويبكي ويحس بالمسؤوليه ناحيه ابوه اللي بيشتغل ويتعب ويشقى وايده بتنزف دم عشان يقبض فلوس ويعلمه ويربيه ويتعب عشانه، واحنا بنخلي اولادنا يلعبوا على البلاي ستيشن ويدخلوا على التيك توك ويشتغلوا على الفيسبوك ويشتغلوا على التواصل الاجتماعي. عشان كده ابننا بيطلع لا حاسس بالمسؤوليه ولا عارف احنا اتعلمنا ازاي ولا عارف المفروض ان هو يعمل ايه. هم بيعلموا ولادهم ازاي يتكلموا وازاي يتناقشوا وازاي يفهموا، واحنا بنعلم ولادنا ازاي ان هو يبجح فينا وازاي ان هو يقول حقي وازاي ان هو يقول انا عايز كذا وكذا وكذا قبل ما يقول المفروض ان انا اعمل 1 2 3 4. يمكن الكلام ده زعل ناس كتير وزعل اباء كتير وزعل امهات كتير، بس حضرتك المسؤول رقم 1 عن مستوى التربيه والاخلاق اللي وصلنا لها في الشارع. الاخلاق والمسؤوليه والتربيه اللي بقت على لسان ولادنا لما يجوا يهزروا مع بعض، لما يجوا يتريقوا على بعض، لما يجوا يتكلموا بصيغه تأكد السخريه، لما يجي يقولوا بابا الراجل او الشباب الكبير، لما يجي يتكلموا عن الاب اللي قاعد ماسك التليفون في اوضه معزوله ويكون اللي ماسكه التليفون التاني في اوضه تانيه، عن الابن اللي عمال يلعب على البلاي ستيشن، اللي حاطط الهاند فري في ودانه، اللي قاعد بيستمع جرس الباب وهو عمال يخبط، واحنا مش بس جرس الباب اللي بيخبط، ده في اجراس كتير جدا 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 المفروض ناخد بالنا منها ونبقى عارفين ان احنا بنهدم فيه وهم بيبقوا فيه. شكرا.